السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي العزيز؟ اهلا بيك في فيديو جديد من فيديوهاتنا على القناة، وده يعتبر اول فيديو لينا على القناة. ان شاء الله مش هيكون اخر فيديو بدعمك ليه. طبعا فيديو النهاردة زي ما هو باين من عنوان الفيديو هو ازاي تعمل شات بوت او روبوت دردشة، وهنستخدم في الفيديو ده موقع اسمه فاست بوتس، وده يعتبر احسن واقوى موقع في مجال انشاء روبوتات الدردشة. وكمان اللي خلاني اختاره ان هو مجاني، في خطة مجانية تقدر تستخدمها وتتعلم عليه. فيلا بينا ندخل على الشرح على طول. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد من الناس، كل الناس تستفيد من الفيديو ده، لأن يعتبر احنا المحتوى العربي الوحيد اللي بيشرح الموقع ده في مصر والوطن العربي. يعني انا لما دورت على اليوتيوب ما لقيتش حد خالص بيشرح الموقع ده بالعربي، كل الفيديوهات اللي عليه بالانجلش. وطبعا الفولو الجميل بتاعك، ويلا بينا. جاهز يا صاحبي نزود سطر جديد في كتب التاريخ؟ جوجل كروم او اي متصفح عادي، وهنكتب كلمة فاست بوتس بهذا الشكل دوت اي اي. طبعا انا هسيب لك لينك الاداة دي في وصف الفيديو، ولكن انت ممكن تكتب كده معايا. دي واجهة الموقع اللي هتظهر قدامك. الموقع طبعا زي ما عرفنا اسمه فاست بوت. تعال نشيله دي كده. انت ممكن تقرا كل الكلام ده، ولكن احنا مش عايزين. انت طبعا لو عامل اكونت قبل كده هتعمل ساين ان، ولو مش عامل هتعمل get start for free. هنا بيقول لك حط الايميل. ممكن تحط الايميل او ممكن تعمل على طول continue with جوجل. تضغط على الاكونت كده continue. بس كده عملنا الاكونت والحساب فتح معانا بكل سهولة. نشيل دي كده. طيب خلينا مبدئيا كده، عشان في ناس برضو بتسأل هل الموقع ده مجاني ولا مدفوع، وانا عارف ان السؤال ده بيدور في راس ناس كتير، ولكن خلينا نوريك الخطط اللي موجودة عليها. نضغط على upgrade بلان دي وهنشوف الخطط اللي موجود عليه. طبعا موجود خطة فري كاملة ممكن تستخدمها، وطبعا موجود عليه خطط كبيرة ممكن برضو تستخدمها، ولكن خلينا نشوف الأنسب ليك. لو انت حد مبتدئ وعايز تجرب الويب سايت، طبعا هو فتح لك خطة فري، مش بتدفع حاجة، $0 في السنة. يعني مش بتدفع حاجة طول السنة خالص، ولكن بشروط معينة. يعني ليك ان انت ليك الحق تعمل شات بوت واحد، يعني تعمل بوت واحد، وليك برضو 50 رسالة في الشهر. تستخدم 50 رسالة في الشهر بس، وليك 900,000 حرف. وهنا في 100 بيج تفتحهم، والشات بوت هيستوري متفعلة عندك، هنعرف يعني ايه هي. وهنا الفيرجن بتاع الاي اي نفسه اللي بيستخدمه الشات بوت. هنا موجود جيميناي فلاش 1.5، موجود طبعا شات جي بي تي. والاهم بقى ان انت موجود عندك اد تو يونايتد ويب سايت. انت ممكن تضيف ويب سايت للبوت بتاعك وتستخدمه. الخطط التانية بقى اللي هي البيزنس والخطط العالية. يعني هنا عندك خطة بتدفع في الشهر $57، وهنا في خطة $24. طبعا بقى ايه بتختلف ان انت هتعمل 5 شات بوت في الخطة ديت. بتختلف ان انت عندك 5000 رسالة في الشهر، و15 مليون كلمة. وبرضه بتختلف في حاجات كتير، ومن ضمنهم والموقع ده بيستخدمه ان هو بيضيف لك الاوتوميشن في الموقع ده، اللي هو موضوع الانتجريشن بينك وبين حاجة اسمها زابير اي اي اكشن. اللي ما يعرفش زابير او ميك، دي حاجات بتستخدم في الاوتوميشن موجودة، ممكن تربطها بالشات بوت بتاعك، يعني تعمل انتجريشن عادي. هنشوف كل ده جوه دلوقتي. وطبعا بقى عندك كل الخطط انت ممكن تستخدمها. لو نزلت تحت شوية هتلاقي خطط كتير، البريميوم وخطط عالية جدا. ممكن طبعا لو انت مش ولا خطة من دولت والبيزنس بتاعك حجمه كبير، تدخل على الدعم وتكلمهم وتاخد خطة خاصة بيك انت زي ما تحب، لو انت عايز برضو تخصص خطة ليك. فخلينا نرجع بقى للويب سايت بتاعنا كده، ونضغط هنا او هنا علشان نعمل شات بوت جديد. هنا بيقول لك اكتب اسم الشات بوت بتاعك. انا هكتبه باسم الويب سايت بتاعي، وهنضغط على ليتس جو. طيب زي ما انت شايف كده، وخلاص انا كتبت اسم الويب سايت وفتح لي بقى لوحة او الداشبورد اللي انا هقدر اعدل على الشات بوت بتاعي من خلالها. هنضغط نيكست وبعرفك على شوية حاجات كده، ولكن انا هعرفها دلوقتي. خلينا نبص على الناحية الشمال دي، ايه اللي موجود فيها. اول حاجة الاوفر فيو، هو لوحة العرض بتاعة الشات بوت بتاعك. طيب هنا بيقولك هو استخدم كام ساعة في اليوم وكام مسج، واستخدمت كام مسج من ال50 اللي هم موجودين عندك في الخطة المجانية. وهنا الأشخاص اللي هم متوقع دخولهم على الشات بوت بتاعك، وهنا استخدمت كام كلمة. طبعا انت عندك 500
1000 كلمة تقدر تستخدمهم في الشات بوت بتاعك ده، أو الناس تقدر تستخدمهم. وعلى اليمين هنا موجود الشات بوت بتاعك بقى، تقدر تكلمه من هنا، تقدر تقول له أي حاجة. تعال نجرب كده. طبعا زي ما انت شايف هو شغال ولكن لسه هنضيف بقى المعلومات اللي من خلالها يقدر يرد على الناس. طبعا عرفنا ايه هي الاوفر فيو، نروح بقى على الشات هيستوري. الشات هيستوري دي هنا هي الهيستوري بتاعت الشات بوت بتاعك والناس اللي دخلت كلمته. ممكن تدخل تعمل عليها اناليتس كده وتعرف اكتر حاجة لانتماءات الناس. لو انت عندك بقى ويب سايت زي كده عايز تجمع اكتر داتا، يعني ايه المشكلة اللي ممكن تواجه الناس فبتخليها تدخل مثلا للشات بوت ده او تكلمه. انت لو شايف هنا احنا لسه مكلمينه، بيجيب لك الشخص ده مكلمه منين. احنا طبعا من ايجيبت، وبيقول لك ان هو استخدم الفيرجن كذا والويب بتاعه وحاجات كده انت ممكن تستخدمها في الاناليتس. يعني الليدرز هنا دول الليدرز ممكن تضيف حد، ولكن لازم تعمل ابديت للبلان بتاعتك. فما اعتقدش ان انت ممكن تحتاج دي دلوقتي. اللينك ان دوكيومنتس دي اهم حاجه بقى، ودي الفكره اللي انا عايز اشتغل عليها في في البوت يعني. تعالى افهمك بقى ايه هو اللينك دوكيومنت ده. اللينك دوكيومنت ده انت ممكن تضيف هنا من خلال الدوكيمنت ده، تقدر تضيف جوجل شيت او حاجه كده ايه او فايل جاهز من هنا في الملفات. طبعا من عندك موجود بقى في حاجات كتير ممكن تستخدمها في الدوكيمنت دي. ترفع له بقى فايل جوجل شيت، ترفع له فايل جاهز فيه معلومات او حاجه عايز تستخدمها في الشات بوت بتاعك. دي من ضمن استخدامات الدوكيمنت. ما تقلقش، هو فيه بروتكشن، ما تقلقش من الملفات دي خالص. ده بالنسبه للابلود دوكيمنت وازاي تستخدمه. هنا بقى للاد لينكس، استخدم ويب بيج، يعني بيج واحده تضغط كده وتحط لينك بيج واحده، او ممكن تستخدم الفول ويب سايت، يعني ويب سايت كامل تقدر تجمع منه الداتا وتخلي الشات بوت هو اللي يرد من خلال الداتا بتاعت الويب سايت دي. فانا بقى واحد من الناس عايز اضيف ويب سايت معين، مثلا عندك متجر الكتروني وعايز تعمل الشات ده يساعد الناس. عندك مثلا يوتيوب او حاجه ممكن تستخدمها من هنا. كل ده بيساعد الشات بوت ان هو يجمع انفورميشن اكتر عن الويب سايت بتاعك، وبناء على المعلومات اللي موجوده عنده بقى بيدخل على كل بيج والحاجات دي يبدأ يرد على العملاء بتوعه. طبعا هنا انا هحط لينك بتاع الويب سايت بتاعي وهنضغط على ستارت دي علشان يبدأ يضيف لك اللينك ده في البوت بتاعك. هنا هو ضاف لي. طبعا هنا متاح ان انا اضيف 100 ويب سايت لو عايزين نضيف. نبدأ بقى نستخدم الويب سايت ده في الاناليتس بتاعت البوت. بنضغط كده ونعمل add from training. الموقع بتاعنا ظهر هنا اهوت، وظهر عندي ان انا مستخدم لينك ويب سايت واحد بس، هو ده اللي ظهر. ندخل على التكست اللي تحت دي، فلنفترض ان لا اللينك عاجبك ولا الدوكيمنت عاجبك وعايز تكتب حاجات بايدك، حاجات جاهزه بايدك او معلومات يبدا البوت ده يستخدمها. عندك بقى عدد لا نهائي من المعلومات. ممكن البوت يدخل على موضوع التكست ده لما بيلاقيش رد مثلا في الدوكيمنت، واللينك بيدخل بقى يسحب الداتا اللي موجوده في التكست اللي انت المفروض بتكون كاتبها. تستخدمها لو انت مثلا عندك حاجة مثلا زي محل أو حاجة وعايز تنظم الشغل بتاعك. ممكن مثلا إيه، إن أنت تخلي الناس اللي شغالة معاك في الصيدلية أو حاجة أو أي حاجة، إن أنت تكتب لهم معلومات عن مثلا شريط البرشام كذا في الرف كذا في الناحية كذا. فاهمني؟ يدخل بقى الشغال في الصيدلية يراسل الشات بوت ده، فالشات بوت يرد عليه دايركت. طبعا الموضوع هيكون ممل ان انت تكتب كل الانفورميشن دي، ولكن احنا بنختصره في اللينك اند دوكيمنت دي بكل سهوله. فدي حاجه لازم تكون عارفها يعني. بعدين هندخل عن الكيو ان اي اللي هي الكويستشن، الاجابات والرد يعني. هنا انت ممكن تضيف سؤال وممكن تضيف رد. عندك برضو تقدر تضيف الموضوع ده عدد لا نهائي من الاسئله ومن الرد. لو انت عايز تحط اسئله جاهزه وردود ليها، يقدر اليوزر اللي بيستخدم الشات بوت بتاعك يستخدمها يعني. دي حاجه برضو ممكن تستخدمها في حاجات كتير. انا بشرح لك الحاجات دي، ولكن بقى انت عيش خيالك وحاول تطبق حاجات كتير بنفس الشكل ده وتعمل نماذج كتير. اي دي ده الفيرجن اللي بيستخدمه البوت بتاعك في الردود يعني. لو بيستخدم شات جي بي تي ولا ممكن تخليها على جيميناي.
عندك بقى كل الحاجات دي ممكن تستخدمها، ولكن في حاجات منهم غالبا مدفوعة. فالمشهور والمعروف طبعا هو شات جي بي تي، فخليه طبعا زي ما هو على شات جي بي تي، متحاولش تلعب يعني في الحاجات دي. الابيرنس دي بقى اللي هو الشكل بتاع البوت، ودي اهم حاجة معانا، إن المظهر بتاع البوت بتاعك هيبقى عامل ازاي. هنا بقى في التايتل ده اسم البوت. انا مثلا خلينا نخلي ده كده بكابتن مثلا بهذا الشكل. هنا المسج اللي بتظهر للناس وهي بتستخدم الشات بوت، اللي هي هنا دي كده. طبعا ممكن تعدل المسج دي، تغيرها مثلا، تقول له مثلا اهلا بك، اي اهلا بك، كيف يمكنني مساعدتك. تكتب له اي حاجه انت ممكن تعوزها، سواء انت عايز الموديل بتاعك يبقى بالعربي او بالانجليزي. الويلكم مسج دي ممكن تفعلها وتضيفها من هنا، لكن انا مش بحب ده يعني. انت ممكن بقى تعيش حياتك. السجستشن، الاقتراحات اللي انت ممكن تقترح عليه اسئله. العميل او اليوزر اللي بيستخدم البوت بتاعك يضغط عليها بس، والبوت بتاعك يبدأ يرد بكل سهولة. وهنا بقى في البراندنج تقدر هنا تعدل اللوجو بتاع البوت بتاعك. هو هنا الشكل التقليدي ده الموقع اللي حطه، تضغط كده على الصورة وتحط صورة جاهزة من عندك للوجو بتاع الويب سايت بتاعك بقى، وسواء اللوجو بتاع البراند بتاعك عامة بهذا الشكل بينضاف. هنا بقى الألوان، يعني ألوان الشات بتاعك، الرسائل، لون الرسالة اللي تحت ولون الرسالة دي ممكن تعدلهم من هنا اهوت. الموضوع مش صعب يعني، بتعدل الألوان دي بكل سهولة. الرسالة اللي هنا ممكن تعدلها بهذا الشكل، الرسالة دي. فأعتقد إن الموضوع مش صعب يعني وسهل. بعد ما تخلص بقى كل تعديلاتك تضغط على Save Change، بس كده وهتلاقي بقى إيه كل حاجة اتحفظت معاك. ولكن هنا الصورة دي عايزها بصيغة جي بي جي أو بي إن جي، خلي بالك من الحتة دي. أنا مش عايز صورة دلوقتي، هنعمل سيف تشينج دي وهروح بقى على الانتجريشن. موضوع الانتجريشن اللي كنت بكلمك عنه في البلان، انت ممكن تعمل انتجريشن بينك وبين الواتساب او بين الماسنجر او بين الانستجرام. تستخدم الشات بوت ده ان هو يرد على الواتساب او الماسنجر او الانستجرام. دي حاجات يعني ممكن تكون من اهم الحاجات اللي تدفعك ان انت تعمل ابجريد للبلان بتاعتك. هنا بتستخدمها هنا بقى زابير وميك اللي كنت بقول لك عليهم بتوع الاوتوميشن، الحاجات اللي بتستخدم في الاوتوميشن. عندك برضو الجميل ان ووكوميرس موجود مجاني، يعني انت ممكن تربط متجر ووكوميرس بتاعك. دي حاجه انا هعملها بالخاص بالويب سايت بتاع البوت. يعني ممكن تربط ووكوميرس. دي ممكن تستخدمها بقى في حاجه زي ان ممكن العميل يدخل يسألك على رقم الأوردر، أو يدخل يسألك الأوردر هيجي إمتى، عن طريق إن هو يديلك رقم الأوردر. كل ده احنا بنتعرض ليه في اسئله بتيجي من خلال الواتساب، ان هو العميل بيدخل يكلمك على الواتساب. ولكن بقى ايه الموضوع هيبقى دايركتلي من البوت نفسه. يدخل العميل يكلم البوت ويديله رقم الاوردر، وهو دايركت يديله الحاله اللي على الاوردر. ده طبعا بيحصل ان هو بيدخل على الووكوميرس وبيجيب الاناليتس وبيجيب الداتا دي من داخل الووكوميرس وبيبدا يرد على العملاء بتوعه. السيتنج دي هنا حاجات برضو يعني ما اعتقدش ان انت هتستخدمها كتير، ولكن هنا ايه الموقع خليه publish بس، هو ده اللي احنا عايزينه. deploy دي اللي احنا ما استخدمناهاش. آه، بعد ما بتخلص كل تعديلاتك وفهمت كل حاجة وظبطت الدنيا وعملت الانتجريشنز وعملت الشكل بتاع الويب سايت وضفت الكويستشن والأسئلة والتكست واللينك ريكومند، وخلصت كل حاجة حرفيا، وواقف بس على إن أنت تنشر البوت بتاعك. هتاخد بقى، هتنزل تحت كده على الديبلوي دي، تضغط عليها وتضغط على اللينك بتاع البوت بتاعك، وتبدأ تحطه بقى في تابة جديدة كده وتجرب البوت بتاعك. تحط كنترول في كده، اه زي ما انت شايف كده فتح لي البوت بتاعي. جربه بقى
تشوف هتستخدمه ازاي. وبكده يا صديقي تكون فهمت واجهة الموقع وفهمت الموقع بيشتغل ازاي، وفهمت ازاي تعمل روبوت دردشة. عندك بقى استخدامات عديدة تقدر تستخدم بيها الموقع ده. انا ما دخلتش في تفاصيل اكتر في الموقع عشان وقت الفيديو، ولكن انت تقدر تتعمق في الموضوع، واكيد لو في حاجة واقفة معاك او لو في حاجة ما فهمتهاش من الشرح هتكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هرد عليك. كويس.